اجيو تفهموا المغاربه علاش الصراع نايض على كنوز اعماق البحار والمحيطات، ومن يملك الحق في تحفيظ المحيط. السلام عليكم. واش براسكم باللي قاع المحيط الاطلسي مقسوم بحال البلان ديال البني، وباللي كاينين جوج ديال السلطات في العالم هما اللي كيقرروا شكون يدي هذا الكنز وشكون اللي ما يديش. ايوا جيت تفهم الفرق بين هاد جوج سلطات اللي هي سلطة CLCS، اللجنة المكلفة بالتيتر ديال الأشجار في القاري في المحيطات والبحار، والسلطة عيسى اللي هي مسؤولة على الضرائب، يعني الوكيل العقاري. أولا لجنة الشجر في القاري CLCS، هذه تخيلها هي المحافظة العقارية الدولية. خدمتها فاش المغرب مثلا او اي دوله كيبغي يمدد حدود ارضه تحت الماء ما وراء 200 ميل، كيمشي لعندهم باوراق جيولوجيه، الى وافقوا كيعطيوك التيتر الرسمي باللي ديك الارض تابعه للسياده ديالكم. يعني هذه هي اللي بيدها القلم باش كترسم الخرائط بالمحيطات والبحار لجميع الدول. ثانيا السلطة الدولية لقاع البحار بين قوسين منظمة عيسى، هذه هي دار الضريبة والوكيل العقاري. وفاش كتبدا الدولة أو الشركة كتستغل في المنجم ديال الذهب أو الغاز أو أي معدن في الجرف القاري اللي ما بعد الولاية، ما بعد 200 ميل اللي حفظوها هاد السلطة، سلطة منظمة عيسى، كتاخذ واحد النسبة ديال حق التسجيل من 1% حتى ل 7%، وكتوزعها على الدول الفقيرة. وأما المناطق اللي بعيدة بزاف كتواجد في المياه الدولية وما تابعة لحتى دولة، هاد السلطة منظمة عيسى هي اللي كتكلف بالترخيص للتنقيب فيها. وهنا كيجي الذكاء ديال المغرب بالحلف الأطلسي الإفريقي والمكون من 23 دولة المطلة على المحيط الأطلسي. المغرب ما بقاش كيتسنى الصدقة، جلالة الملك أسس هذه القوة باش إفريقيا تولي هي اللي كتحفظ حدودها بيدها وتفاوض هاد السلطات الدولية من موقع قوة، وما يبقاش الاستعمار كيدي الكنز وحنا كنتفرجوا. والخلاصة جوج ديال السلطات دولية كيتحكموا في المحيطات والبحار، وحده كتحفظ اللي هي CLCS، ووحده كتجمع الضرائب اللي هي منظمة عيسى. والمعركة ديال 2026 هي معركة السيادة على البحار والمحيطات.